معايا؟ يعني بص، يعني عشان يخش لك ويسرق منك البساط ويسحب السجاده ويقول لك الاهرامات دي مش بتاعتك، والتوابيت دي مش بتاعتك، والمسلات دي مش بتاعتك. المسلات دي كانت اعمده اناره واستقبال طاقه، والهرم ده كان مصنع طاقه. لان عشان يخشوا يلعبوا في التاريخ المصري القديم، ما مش هيقدر يخش زي ما قلت لك، مش هيقدر يخش من بوابه الاسرات ولا التاريخ المدون، يخش من بوابه قبل التاريخ. اوعى تعتقد ان الناس هتقعد تفن وتفكر وتألف وتنظر عشان تثبت مصرية ما هو مصري. من الحاجات المهمة اللي بتميز التاريخ المصري والحضارة المصرية القديمة عن باقي الحضارات بتاعة العالم القديم كله، هي ان التاريخ المصري يتميز بدقة التسجيل. يعني الكرونولوجي، التاريخ بتاع المصري القديم، الحضارة المصرية القديمة في غاية الدقة. مصر كانت عندها ولع بالتسجيل، كانت بتسجل كل شيء. فالتسجيل السياسي والتسجيل العسكري والتسجيل الديني وحتى الذاكرة الشعبية، فالتسجيل ده كله كان دقيق لدرجة لا تسمح انك تقدر تحشر اي حدث او تزود اي فترة او تنقص اي فترة في التاريخ المصري القديم، لان انت مفيش جابس، مفيش فجوات. ولو انت دخلت او حشرت حدث غريب هتجد صعوبة للغاية، لان 10-20 سنة في التاريخ المصري القديم دي مشكلة انك هترحل تواريخ معتمدة وموثقة. فما ينفعش تزق لي 10 سنين هنا و20 سنة هنا و100 سنة هنا وتقول لي مثلا المملكة القديمة ممكن نقدمها 200 سنة أو نأخرها 200 سنة أو نعمل هنا 500 سنة. لا، الكلام ده ينفع في حضارات أخرى، في تواريخ أخرى، إنما في الكرونولوجي بتاع المصري القديم ما ينفعش على الإطلاق. فخلينا نتفق الأول إن التسجيل والكرونولوجي المصري القديم كان دقيق للغاية. فالمصري كان من الحكمة ومن الذكاء بأنه في تسجيله يقدر يحافظ على تاريخه انتاكت، ويخليه بعيد عن الأيادي العابسين. فبالتالي لما بتيجي نظريات بتاعة العابثين بقى، المحدثين اللي هم بيسموا نفسهم أصحاب النظريات البديلة أو التاريخ البديل أو الأركيولوجي البديل، فيبتدوا ينظروا في التاريخ المصري ويبتدوا يعني يعبثوا في التاريخ المصري ويبتدوا يسحبوا السجادة من تحت قدم المصري القديم ويقول لك لا المنجزات اللي احنا شايفينها الضخمة دي مش بتاعتكم، مش بتاعت المصري القديم. يعني مع احترامنا طبعا لفترة الأسرات والمصري القديم، يعني فترة الأسرات دي احنا عارفين ان هي عشان هم عارفين ان هم مش هيقدروا يخشوا من باب التاريخ المدون. والتاريخ المدون ده اللي هو فترة الأسرات والبري دايناستيك والكلام ده كله، لأن التسجيل عندنا ابتدى من أيام نقادة يعني، وبتتكلم على الأسرات الأولى يعني، لا ده في تسجيل قديم. فعشان مش هيقدروا يعبثوا في هذه الفترات، خاصة التاريخ بتاع الأسرات. فيقول لك والله بص، هو المنتجات الضخمة العملاقة زي ايه يعني؟ يقول لك زي أهرامات الجيزة مثلا، مالها؟ يقول لك لا مش بتاعتكم، مش بتاعت المصري القديم، بتاعت حضارة قبليه. يقول لك والله بص، هو في فترة، يعني الكلام ده بينسحب على الأهرامات وعلى المسلات وعلى المعابد الكبيرة زي معبد الأقصر، على التوابيت. تخيل ان السيجنتشر بتاع الفن المصري القديم بيدور حوالين موتيفات مهمة أوي، من أهمها التابوت. يعني لأن الفن المصري هو فن جنائزي في المقام الأول. فلما تيجي تقول التابوت ده مش بتاعك، مش بتاع المصري القديم، أنت بتسرق وبتخطف أهم موتيفة في الفن الجنائزي المصري، الفن المصري القديم إجمالا. يعني ده ببله. وبعدين اللي مش فاهم بقى يعني ميراثه، اللي مش فاهم يعني جده عمل إيه، مش فاهم الفن المصري بتاع أجداده. طبعا الناس عندها قشور كده، عناوين، والإنترنت بتدي عناوين وقشور. فالإنسان اللي قاعد في غيبوبة، حالة فقدان ذاكرة، فلما يجي واحد بره يقول له والله الأهرام دي مش بتاعتك، لأن صعب قوي إن حد يعملها، يعني صعب قوي إن بني آدمين يعملوها، يقول له والله يا أهل الموضوع ده برضو مؤرقني. يا راجل اتقي الله في أجدادك.
ليه بقى انا بتكلم في الموضوع دوت؟ لان عشان يخشوا يلعبوا في التاريخ المصري القديم ما مش هيقدر يخش، زي ما قلت لك مش هيقدر يخش من بوابه الاسرات ولا التاريخ المدون، يخش من بوابه قبل التاريخ معايا. يعني بص، يعني عشان يخش لك ويسرق منك البساط ويسحب السجاده ويقول لك الاهرامات دي مش بتاعتك، والتوابيت دي مش بتاعتك، والمسلات دي مش بتاعتك. المسلات دي كانت اعمده اناره واستقبال طاقه، والهرم ده كان مصنع طاقه. اللي اي واحد دلوقتي على الانترنت في الفيسبوك فتح قرا العنوان ده، الاهرامات الجيزه او الهرم الاكبر تحديدا مصنع للطاقه، خلاص عجبته. ليه؟ لانه هو مش فاهم حاجه. هو الموضوع ده مؤرقه. يعني هو يقول لك ده ازاي بنوه وكان معمول ليه؟ ما مصنع للطاقه ماشي، يعني بقت عنوان يبتدي يعني يتسلح بيه عشان لما يتحط في نقاش على الانترنت ولا قاعد في كافيه ولا حاجه والناس تيجي تجيب سيره الاهرامات، يروح قايل الفزلكه دي بقى، يقول لك والله ما انا عارف الاهرام ده مصنع للطاقه. يا راجل يا سطحي. فهم عشان يخشوا لك ويقول لك والله، يقول لك لا التاريخ ده المدون، المدون ده بتاعكم خليه في تاريخ الاسره، لانه مش قادر يلعب فيه. هو لو كان قادر يلعب في تاريخ المدون، تاريخ الاسرات بتاع مصر القديمه، كان دخل. انما هو مش قادر. فهو يقول لك طب نعمل باي باس للموضوع ده ازاي؟ الباي باس بقى بتاعته ايه؟ هيلف لفه ازاي؟ يقول لك بص، الحضاره اللي سابت الاهرام والتوابيت والمسلات دي حضاره متقدمه وعندها تكنولوجيا مفقوده. طب ايه عايز ايه يعني مفقوده؟ جبتها منين دي؟ يقول لك دي نظريتي. في دليل؟ يقول لك لا مفيش دليل، بس ده نظريتي. طب مفيش دليل وعمال تتعبس في التاريخ المصري القديم. حصل امتى الكلام ده؟ يقول لك حصل قبل التاريخ المدون. يا سلام. والناس مقتنعه. المصيبه ان الناس مقتنعه. الجهل بيعم. يعني الناس مقتنعه ان في حضاره قبل التاريخ المدون بتاعنا. بس كان احنا بنتكلم على الملك نارنر اللي هو موحد الوجه القبلي والبحري لمصر العليا ومصر السفلى. نتكلم على 3200 3100 قبل الميلاد. ده تاريخ سحيق بعيد، لان قبليها كانت حضارات اللي هي البري دايناستيك، ونقاده وابيدوس والكلام ده كله وإخميم. طب الكلام ده برضه مش موجود. يقول لك لا 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 ابعد. ده الناس الفريق الاحمق، فريق اللي بيعبث بمصر. يقول لك الفريق الايطالي من العلماء، وهم العلماء الاشياء اللي عملوا الرادار السكان اللي اسمه سار. يقول لك لقينا بوابات ولقينا اعمده ولقينا مش عارف حاجه بطول 2 كيلو تحت هرم خفرع وتحت هرم خوفو، ودلوقتي تحت ابو الهول كمان، وان في مدينه مفقوده تحت هضبه الاهرام. والناس لما تيجي تقرا كلام يقول لك ايوه يا اخي، وليه لا؟ ما تديهم فرصه. انت قاعد كده لا انت فاهم حاجه. يعني انت قاعد انت شاكك في تراثك وميراثك وشاكك في اجدادك، ولا انت فاهم اولك من اخرك، ولا انت دارس. وكمان لما حد يجي يشكك لك في ميراثك وتاريخك ويرمي لك نظريه عوجاء ونظريه مضلله، تقول لي يا اخي اديله فرصه. هو احنا ما عملناش سكانز، ما عملناش اشعه في الاهرام. ده الاشعه شغاله من الستينات القرن الماضي. هيجي الفريق من الدجالين دول يقول لك احنا لقينا مدينه مفقوده تحت هضبه الاهرام، ولا قاعدين على قهوه ولا قاعدين بيشيشوا، يقول لك وماله يا اخي، ما تديهم فرصه، وليه لا؟ اذا كان واحد من الفريق دوت، ما اصل اذا كان المستمع عاقل مش عارف ايه يعني، فاهم ازاي؟ يعني اذا كان المثل بيقول لك يعني الكلام بالعقل. هم 3 بتوع الفريق الايطالي ده. يعني في واحد اسمه كورادو مالانجا، ده راجل بتاع كائنات فضائيه وبتاع ناس بينزلوا يخطفوا البشر وكائنات وحوش وزواحف جايه من كواكب اخرى. ده رئيس الفريق. تخيل بقى دجال. الجدع بتاع اللي بيفهم الوحيد في الرادار مش عايز يقول السوفت وير اللي اشتغل بيه ايه، مش عايز يقول ولا عايز يدي لحد. هو بس عمال يخش في مؤتمرات اللي هي بتاعت جايا، اللي هي بترعى مؤتمرات النظريات البديله، عشان طبعا دي اللي بتسوق ليهم ويقدروا يبيعوا. الثالث ده اللي بيعرف نفسه ان هو عالم مصريات بديل بقى، وعالم مش عارفين هو بيشتغل ايه، اسمه ارماندو مي عمال يبيع كتاب دلوقتي. بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان الاهرامات اتبنت امتى، يعني هضبه الجيزه دي كلها اتبنت امتى. يقول لك اتبنت 64000 سنه قبل الميلاد. 64000 سنه و400. شوف الدقه. 64400. شوف الدقه. الراجل دقيق قوي. وبعدين الناس تعمل لما انا ومسمين الزمن ده كله يسميه ايه بقى؟ يعني طبعا واحد اسمه روبرت بوفال هو اللي اخترع المسمى ده. مسمى ايه؟ زبتبي او سبتبي. يقول لك الزمن الاول، الفتره الاولى
اللي كان فيها ملوك قبل الملوك المدونين في مصر. يقول لك في فتره اسمها زبتبي. لما واحد يحب يتفازلك معاك بقى، لما تيجي تقول له ده كلام مضلل، دي يعني ده عبث، يقول لك ليه انت ما تعرفش ان في حاجه اسمها زبتبي؟ يا سلام، ده انت اتضحك عليك كمان. يعني زبتبي ده انا اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يشوفها، عشان انا وضحت وحللت ازاي هم جابوا كلمه زبتبي بتلاعب في بعض النصوص في متون الاهرام، وخدوا لفظ من اساطير الخلق اللي هو كلمه فور ذا فيرست تايم او للمره الاولى، وراح واخدها قلبها وحطتها بمنطلق تاني وحطها عنوان لفتره زمنيه بتسبق عصر الاسره، فتره زبتبي التي حكم فيها ملوك عظام ولهم قوه خارقه وتكنولوجيا و ابتدى الكلام ده يقول لك 64,000 سنه ده زبتبي، فتره زبتبي. لا، مفيش حاجه اسمها مصر، مفيش مصر ما شهدتش حاجه اسمها زبتبي، ما عندناش حاجه اسمها زبتبي. يقول لك ما القوائم الملوك بتاعتك بتتكلم قبل التاريخ المدون فيه، يعني ما تشوف يا عم قوائم تورين وقوائم بتاعت باليرمو. تورين، خليك في تورين يا سيدي. تورين بتتكلم على الفتره الاسطوريه الاول، اللي هي فتره النترو او النتيرو او الالهه او قوى الطبيعه. انت هتجيب سخمت وهتجيب بتاح وهتجيب اوزوريس وهتجيب اتوم هتخليهم ملوك. ما هو الانسان لما بيتجنن بقى يفقد التمييز بين التاريخ المدون والاساطير، يبتدي بقى ما يفهم، يعني يحصل له بقى الميكس الغريب ده، يبقى كونفيوزد، عنده ارتباك، يبتدي يبص على الاسطوره والحدوته على اساس انها حقيقه. عشان واحد متخلف زي جراهام هانكوك يقول لك والله الاساطير دي كلها حصلت، الاساطير الموجوده في العالم القديم ممكن تكون حصلت. قصص الخلق بتقول السماء اتجوزت الارض، هتعمل له ده ازاي؟ ايوه، جب كان بيحب نوت، عشق نوت، وابتدوا يعني جب الارض ونوت السماء لزقوا في بعض كده، مش عايزين يسيبوا بعض من كتر العشق الالهي. ده هتقلبه حقيقه ازاي؟ هتجيب الاستاذ جب منين؟ ولا الست نوت دي هتجيبها منين؟ لايك وايز اوزير وست وايزس، اصل اسيت ولا الست ديت، يعني الست دي هي ايزيس بتاعتنا، هتجيبهم ازاي؟ ابتدوا يزنوا على الكلام دوت، ويتكرر. تفتح يوتيوب تلاقيه، تروح المؤتمرات جايه تلاقيه، النظريات وكتب البيست سيلرز، زبتبي، جراهام هانكوك، بوفال. الاكاديميين دلوقتي بقوا اللي هم مش في بعض المؤرخين او العلماء التاريخ وللاسف منهم مصريين، ابتدوا من كتر الضغط دوت ابتدوا يلينوا، ابتدوا يتهزوا. فابتدى الناس تقول لك والله زي وسيم السيسي ده مثلا، الباحث ده معروف عندنا، ابتدى يقول لك ان اوزوريس هو ادريس اللي هو اينوك بتاع التوراه. وابتدت واحده زي الدكتوره ايناس الشافعي، دي صديقه عزيزه وانا بحترمها جدا. فالدكتوره ايناس خريجه تاريخ ودكتوراه في تاريخ مصر القديم، ابتدت تعمل في البودكاست مع كايرو بودكاست، ابتدت يعني من كتر ما حاسه بالبريشر ابتدت تهتز، ابتدت تسلم، ابتدت تديهم تفتح، يقول لك والله ده هم كده الناس دي اشتهرت والناس دي خدت مومنتم وبقوا فيري بوبيولر، فهيسرقوا مننا السجاده، لا احنا هناخدها قبل ما هم ياخدوها، يعني بيدي لا بيدي عمرو. فالدكتوره ايناس عملت ايه؟ قالت لك والله الاهرامات دي اتبنت من قديم الازل، بس اللي بناها اوزيريس. يا سلام يا دكتوره ايناس، هو مال اوزير بالاهرام؟ تقول لك اصل اوزير في رمز الهرم في اسمه. يعني انا اسمع الكلام ده من غيرك ماشي، بس مش منك. اوزير ايه اللي هيبني اهرام؟ اوزير ايه اللي هيبني الاهرام؟ اله العالم الاخر ماله هو بالاهرام؟ الاسطوره مالها بالعالم المادي؟ لو انا هنشرخ تحت ضغط النظريات اللي هي العبثيه، مش هقول عليها بديله، لان البديل ده ممكن تقبله. فالدكتوره ايناس يعني زيها زي غيرها ابتدت تقول لك بيدي لا بيدي عمرو، راحت على طول قالت لك مع زي الناس بقى كلها لما بتعمل لي كومنتات على الحلقات، تقول لك يا دكتور اشرف انت زعلان ليه؟ هو جراهام هانكوك وروبرت بوفال والمدرسه دي كلها ما بيقولوش ان الحضارات القديمه دي مش مصريه، بيقولوا عليها مصريه زي احمد عدلي كده، مصريه برضو، يعني ما تقلقش، ما دول مصريين برضو. مش عرفك ان دول مصريين، ومش عرفك ان ده غرض المدارس ده، انت ما انتش فاهم حاجه. المدارس دي كلها مدارس التاريخ البديل والاركيولوجي البديل ليها غرض واحد بس، هي تحقيق اسطوره القاره المفقوده اللي اسمها اطلانتس، ودي مش مصريه. واحد زي احمد عدلي يقول لك لا اطلانتس مصريه، اطلانتس هي مصر. يا باشمهندس، يعني العبث له حدود. نمره 2 عايزين يقول لك ان في هنا تحت هضبه الاهرام او تحت ابو الهول تحديدا في حاجه اسمها الهول اوف ريكوردز،
يعني مخبأ كده للسجلات بتاعت العالم القديم كله، فيها الحكمه بتاعت العالم القديم كله، مش بتاعت المصريين، بتاعت تحوت بتاعت الالواح الزمرديه اللي برضو تحوت بتاع اطلانتس حطها. يعني هي كلها محاولات لاثبات ان الحضاره دي ليها اوريجن وليها علاقه وليها رابط مش مصري. اوعى تعتقد ان الناس هتقعد تفن وتفكر وتالف وتنظر عشان تثبت مصريه ما هو مصري. لا، الناس بقت في الكومنتات تقول انت زعلان ليه يا دكتور؟ ما هو برضو يعني بيقول لك من الاف السنين برضو في الزمن القديم كانت الحضاره مصريه برضو، زي الدكتوره ايناس الشافعي كده لما ابتدت ترضخ وتستسلم تحت الضغط تقول لك والله اوزوريس، ما احنا ما عندناش اقدم منه بقى، اوزوريس اللي بنى الاهرام. اوزوريس ايه يا دكتوره ايناس؟ اوزوريس ايه اللي هيبني الاهرام؟ اوزوريس ايه؟ ويا باشمهندس احمد عدلي اطلانتس ايه؟ مصر ايه اللي هي اطلانتس؟ يقول لك ما هي الترجمه اطلانتس تبقى ممكن تبقى مصر. يا باشمهندس انت عشان معجب قوي بالنظريات البديله هتبتدي تدي تراثك وميراثك على طبق من فضه وتريح الناس دي دلوقتي تقول لا ده اطلانتس دي مصر. الناس مش فاهمه حاجه، وعشان الناس مش فاهمه فعلا اي نظريه غريبه يدوها كريديبيليتي، يدوها مصداقيه. يقول لك ليه لا؟ كانك واحد يقول لك والله ممكن اجر شقتك ولا ممكن اجر بيتك ولا اخد الصور بتاع والدك ولا بتاع. ما ينفعش حد يخش بيتي ويعبس فيه. عندك الشارع، بيتي لا، ما دي مصر بيتنا وده تاريخنا. ليه الناس عماله تعبس فيه واحنا سامحين لها انها تعبس؟ واحد الناس تقول لك اطلانتس، يقول لك ماشي اوكي احنا اطلانتس. باشمهندس احمد عدلي يقول لك مصر هي اطلانتس. دكتوره ايناس الشافعي تقول لك اوزوريس هو اللي بنى الاهرام. دكتور عظيم السيسي يقول لك ادريس هو اوزوريس. عايز ده يعني ما هو مش بيدي لا، يعني بيدي لا بيدي عمرو. خلاص هتسرقونا يبقى احنا نسرق نفسينا احنا بقى نرجع. لا ما ينفعش، ربنا عرفه بالعقل. زي المثل البلدي ما بيقول مصر مصريه بما تركت من ادله وتاريخ، من حضاره ملموسه. التسجيل عندنا كان من الدقه بمكان انه لا يسمح بالحشر، ما يسمحش لحد انه يقول لك زي مثلا بتوع اللوبي اليهودي العالمي، الناس التوراتيين والبيبليكال اركيولوجي اللي بيحاولوا يحشروا قصه الخروج في مصر، خروج بني اسرائيل، مش عارفين يحطوها فين. ليه مش عارفين؟ مره يقول لك احمس، ومره يقول لك امنتحتوا بالثاني، مره يقول لك امنتحتوا بالثالث، ومره يقول لك ما دام جت بقى سيره بني اسرائيل في لوحه يبقى مرنبتاح، يقول لك لا 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 خلينا في رمسيس الثاني. عمالين يتنططوا ليه؟ لان التاريخ المصري مش سامح لهم ان هم يخشوا. افهم ايها المستمع، ايها المصري، ايها المشاهد، ايها الفرد العادي، التاريخ المصري كان من الدقه في التسجيل والدوكيومنتيشن انه ما يقدرش يخلي حتى قصه مقدسه زي قصه خروج بني اسرائيل انها تخش جوه التاريخ المصري. الى الان مش قادره تخش. ده موضوع تاني خالص. ما في حدش يكتب لي في الكومنتات انت قصدك ايه ومش قصدك ايه. ده ليها حلقات جايه كتير، ان انا كاتب كتاب في الموضوع دوت. مصر لم تعرف موسى ولا فرعون. التاريخ المصري مش قادر، التاريخ المصري مدون مش مدي فرصه لهذه القصه انها تخش، مش مدي فرصه لهذه القصه العملاقه المقدسه عند كل الاديان الابراهيميه انها تخش. التاريخ المصري مش عايزها، التاريخ المصري مش قابلها، مش سامح لها بالدخول. هيسمح بهذه النظريات العبثيه اللي لا تستند الى اي دليل اركيولوجي او اي دليل حتى عقلاني. واحد يقول لك ايه لما انا شرحت في الحلقه الاولى ما يخش يرموا لك بقى، ما دام التاريخ المدون مش سامح بالدخول، ما التاريخ المدون بتاعنا محكم لدرجه انه مش قادر، ما نقدرش نخش. ما زي البنك كده يعني، وبالك ازاي لو المخارج وبتاعته المداخل متامنه هيخشوا ازاي؟ لازم يخشوا بطريقه يحفروا له من تحت الارض بقى، او يبقى هاكينج بقى على النظام السكيورتي بتاعته. مش سامح. السكيورتي قوي جدا. كذلك لايكوايز التاريخ المصري قوي قوي في الكرونولوجي بتاعه، قوي قوي في التسجيل، مش سامح للتخريف دوت، مش سامح بيه. فيخشوا لك من زي ارماندو مي بتاع الفريق الايطالي العبثي دوت، يخشوا لك يقول لك 64 سنه 64,000 سنه قبل الميلاد، 64,400. هو كان في ايه على الارض اساسا 64,000؟ اي حضارات يعني 64,000. بعدين انت وانت قاعد على قهوه بتشرب شيش تقول لي ايه يعني ليه لا؟ انت يا ابني ما اتعلمتش، ما روحتش كده درست يعني ايه فترات جيولوجيه في الارض. ده بدايه الزراعه الجنس البشري 10,000 سنه قبل الميلاد. بدايه المجتمعات الزراعيه 8,000 9,000 سنه قبل الميلاد. 64,000 سنه، ده حتى ما كانش فيه صيادين. والراجل قاعد بيحضر مؤتمرات ويقول لك الهرم اتبنى 64,000 سنه قبل الميلاد، وبيبيع كتب والناس عم بتسقف له، ومصريين يقول لك نديهم فرصه، واحمد عدلي يقول لك احنا اطلانتس، والدكتوره ايناس الشافعي تقول لك اوزريس هو اللي بنى الاهرام. ما هي مش قادره. الضغط. التاريخ المصري كان دقيق لدرجه لا يسمح بهذا التخريف، لا يسمح بهذا العبث.